تحويل القبلة وجبر الخواطر. خطبة لفضيلة الشيخ صبري المنزلاوي. الحمد لله الفرد الواحد العلي الذي لم يجعل له من خلقه شبيها، الذي لم يجعل له من خلقه شبيها ولا سبيل. فكم لله من لطف خبير يدق خفاه عن فهم الزكي، وكم من عسر تساء به صباحا فتأتيك المسرة بالعشي، وكم من أمر تساء به صباحا فتأتيك المسرة بالعشي. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الفرد العلي الذي ينادي في حديثه القدسي ويقول: يا بني آدم جعلت لكم نسبا وجعلتم نسبا، فقلت إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأبيتم إلا أن تقولوا فلان ابن فلان. فاليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم فأقول: أين المتقون؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا ومعلمنا محمدا رسول الله، الذي كان إذا مشى يسبقه النور، وإذا تكلم أخجل البذور، وإذا ركع أو سجد يقول أمتي يا غفور. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل كما أمرني وأمركم المولى عز وجل. فقال سبحانه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أحباب النبي المصطفى والحبيب المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، طب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وعافية الأبدان وشفاؤها محمد. صلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر شعبان
شعبان خاصة. خد بالك، احتمال لأنه يعلم قيمة شعبان، فشعبان شهر جبر الخواطر للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فكما كان شهر رجب إعلاء لمكانة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شهر شعبان شهر جبر خاطر النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع معي وتعالى لننتقل بك سريعا إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم، على أجنحة نسجناها من ريش الإيمان، ومعنا عدستنا المصورة لنلتقط لحضراتكم هذا المشهد العظيم الجليل من حياة الحبيب محمد وجبر خاطر الله تعالى لخاطر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وصلنا أنا وأنتم بمشيئة الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا اليوم لما وصلنا إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لم نجده في مسجده المسجد النبوي، ولكن لما بحثنا عنه التقطته العدسة المصورة وهو في مسجد يسمى مسجد قباء. بالمناسبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من زار مسجد قباء وصلى فيه ركعتان كانتا تعدل أجر عمرة كاملة. اللي يصلي في مسجد قباء ركعتين يبقى بالظبط يعدل أجرهما أجر عمرة. حاجة بسيطة، تصلي لله ركعتين تاخد أجر عمرة، وكسر خير ربنا وطاعة. فإننا نرى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الفجر، وقيل صلاة الظهر، وقيل صلاة العصر، ولكننا لما نظرنا إلى الحبيب يصلي والصحابة يصلون خلفه مقتضيين بأمره ومستنين بسنته ومستمعين لأمره، إذا بالحبيب النبي يقف في محرابه ويصور لنا القرآن حاله، يقلب وجهه في السماوات السبع وكأنه يقول: يا رب العزة، لقد كنت وأنا في مكة أتجه وجهي إلى بيت الله الحرام، بيت أبينا إبراهيم والقبلة المشرفة، وأنا الآن أوجه وجهي إلى المسجد الأقصى، فأرجو يا ربي أن تحول وجهي إلى البيت الحرام، قبلة أبينا إبراهيم عليه السلام. وخد بالك أنا قلت لك حتة جميلة أوي بس ما خدتش بالك منها، إن سيرك النبي ما طلبش. خد بالك، ما قالش يا رب حول وجهي للبيت الحرام. خد بالك لو النبي قال يا رب كان ربنا غير له النواميس وحول وجهه بسرعة إلى البيت الحرام، ولكن الله عز وجل جعل تأخيره في تحويله إلى البيت الحرام له حكمة، ألا وهي إثبات نبوءة الأنبياء السابقين ومعرفة فضل بيت الله الأقصى
الأقصى. خد بالك لما جاء سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول مسجد وضع في الأرض إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال البيت الحرام. البيت الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت وكم بينهما؟ المسافة والسنوات اللي كانت بين وضع المسجد الحرام في الأرض ووضع المسجد الأقصى أيضا في الأرض قال 40 سنة. 40 سنة. قلت ثم أي؟ قال مسجدي هذا. قلت ثم أي؟ قال وحيثما أدركتك الصلاة فصلي فالأرض كلها مسجد. ما تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي واقف عشان يصلي بالصحابة ويقلب وجهه في السماء يطلب من رب الأرض والسماء أن يجبر خاطره ويحول وجهه إلى كعبة أبينا إبراهيم وإلى البيت المعمور الذي هو حياله، الذي يحول وجهه إلى البيت الحرام الذي هو حياله، البيت المعمور في السماء الذي يدخله في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال شوف كده ربنا بيصور لنا الصورة دي ازاي. رب يقول ايه؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. الله أكبر. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رب النبي ما اتكلمش ما قالش ولكن بيقلب بصره في السماء. استجبت له ازاي؟ أن يعلم خائنة الأعين. الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فأراد ربك العزيز الغفور أن يجبر خاطر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ويحول وجهه إلى قبلة أبيه إبراهيم. عارف أم المؤمنين عائشة بتقول إيه؟ والله بقول لك أنا بصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بتقول له والله يا رسول الله ما أرى إلا أن الله تعالى يسارع في هواك. يعني إيه؟ قلت له والله يا رسول الله ربنا بيسارع في حبك. بشوف انت بتحب ايه واديهولك. الله اكبر. الله عز وجل لما سجد اليه النبي صلى الله عليه وسلم على بساط الانس وهو يقول يا رب لا اسالك فاطمه ابنتي ولا صفيه عمتي ولا خديجه زوجتي ولكن اسالك امتي امتي. فقال الله عز وجل له يا محمد وعزتي وجلالي لقد قسمت القيامة بيني وبينك نصفين فأنت تقول أمتي أمتي وأنا أقول رحمتي رحمتي. الله أكبر. ومع ذلك بعد هذا التكريم وهذه المحاباة
الأمين من الرب الجليل إلى النبي الكريم. تعال شوف تكبر خطوه برضه في شعبان ويحول له القبلة إلى قبلة يرضاها، لأن الله تعالى هو اسمه الجابر، اسمه الجبار، والجابر من الجبر، وكيف لا وهو الذي يجبر الخواطر. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتحول وجهه من بيت المقدس إلى البيت الحرام، تعال نشوف الصحابة كان موقفهم ايه. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي منحة ربانية من عند ربنا عز وجل. هنشوف بقى الصحابة هتعمل عقولها ولا هيبقى الموضوع ازاي. النهارده لما نقول للواحد يا عم السجاير حرام ومضره بالصحه وما ينفعش وتهلك مالك في الحلال في الحرام وهتتسال عن يوم القيامه، يقول لك ايه؟ ان كان حرام فاحنا حللناه، وان كان حلال فاحنا شربناه. يعني ايه؟ يعني اللي انت عايز تقوله خلاص كلامك مش مسموع يا ستي. الحجاب واجب، اتحجبي واستري نفسك. يقول لك معلش اما ابو محمد يجيب لي شويه الهدوم اللي عندي الاول هلوبهم وبعدين افكر في الحجاب. طب شفت الصحابه بقى لما ربنا عز وجل حول وجه حبيبه صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس الى البيت الحرام، كان لهم امر ثاني حد يقدر يقول لا؟ اسمع، يقول سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء ثم حول وجهه الى البيت الحرام فادركت المسلمين وهم يصلون العصر قد صلوا منه ركعتان. والمسلمين صلوا كم ركعه؟ 2. يعني المفروض يقول لك طب استنى بقى لما اخلص الصلاه ونشوف ده هيعمل ايه ونشوف الكلام ده جاي له منين. بقول لك لما وقفت عليهم وهم يصلون وقلت اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حول وجهه الى البيت الحرام، يقول فاستضاروا جميعا بالصلاه الى البيت الحرام استجابة لأمر الله، وكيف لا وهم الذين نزل عليهم قول الله عز وجل على قلب حبيبه ومصطفاه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يقولوا ايه؟ استجيبوا إلى ربكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا تباع. خد بالك الاستجابة بتاعت ربنا، خد بالك استجاب، ما عادش يعمل عقله بقى، ما عادش طب استنى لما اساله، طب استنى لما يجيب لنا بينه، طب استنى لما يجيب لنا حجه. خد بالك هقول لك هنقل لك صوره سريعه من استجابه النساء على عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبص لاستجابه نسائنا اليوم مع اوامر الله. ست صلي تقول يعني الصلاه راحت، الصلاه طارت، طب بس لما خلص الاكل اللي على البوتاجاز الاول واجي الاكل هيتحرق. خد بالك، طب يا ستي صلي، يقول لك طب بس بص هتغدى، بس هتغدى وبعدين اقوم اصلي. انت ادركت انك تتغدى وتقوم تصلي؟ اسمع، يقول الحسن البصري رضي الله عنه: مسكين يا ابن ادم، والله ابن ادم ده مسكين. ليه؟ قال
لسانك لحم وسمعك عظم وبصرك شحم تنتنك العرق وتميتك الشرقة. انت ممكن وانت تشربي تشرب البقاء لله والدوام، تروح لربنا وعليك صلاة ازاي؟ اسمع سيدنا النبي صلى عليه، والله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، كان في غزوة أحد واقف مع الصحابة، وسيدنا حمزة أسد الله وسيد الشهداء قد قتل في معركة أحد ومسكن به، خد بالك. وبعدين سيدنا الزبير بن العوام واقف مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي نبأ عنه إن لكل نبي حواري، وحواري الزبير بن العوام واقف مع النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة تقصد القتل، جاءت تجري ومندفعة وعاوزة تروح للقتل، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المرأة هي عمته وتريد أن تقصد أخاها حمزة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة يعني ايه؟ أدركوا المرأة، هاتوها ما تخليهاش تروح. فقال الزبير بن العوام لقد نزل في صدري أنها أمي، فانطلق مسرعا إليها وقال قبي، فقال فلدمتني في صدري لدمة شديدة فأرضتني في الأرض، أم دبها في صدره أم نزل في الأرض على طول. فقال اسمع بقى، هي هتسيبه هتمشي وعاوز يوقفها، يقول ايه؟ رسول الله اسمع، رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزم عليك، بس كلمة واحدة، معلش رسول الله يقول لك اقفي ولا استني، لا كلمة واحدة، قال لها رسول الله يعزم عليك، وإذا بالمرأة تنبض من ضرتها وتنفض من ثورتها وتقف امتثالا لأمر رسول الله وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول صفية رضي الله عنها يا زبير خذ هذا الكفن وكفن فيه خالك، ثم تنطلق إلى بيتها مستعد. النهارده لو قلنا الواحد يا أخي اتق الله، الأغاني اللي أنت شغالة ديت من عمل الشيطان، وانت حالتك صعبة واحنا في شهر شعبان، خاف يا اخي واستحي من ربنا ان ربنا يرفع عملك الوقت وانت بتسمع غناء، يقول لك يا عم الشيخ سعى قلبك وسعى ربك، انت رايح فين؟ ما احنا جربنا ليه والدنيا باظت، سيبنا بقى نفرح ونعيش حياتنا شويه يا اخي. وسيدنا عليه الصلاه والسلام وتلاقيه حافظ الحته دي تمام. مش النبي عليه الصلاه والسلام قال لحنظله بن عامر ساعه وساعه انت غلبان، انت مسكين بعقلك. ليه؟ لان النبي لما قال وساعه وساعه لم يقصد بها ساعه تعصي فيها ربك وساعه تطيع فيها ربك، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم ساعه وساعه، ساعه تبكي فيها لله وساعة تعبد فيها مولاك وساعة تقضي فيها حاجة من ولى الله أمرك. مش مزاجك، ما تنظمش مزاجك. شوف قال رسول الله يعزم عليك يا إمام على طول. الصحابة لما كانوا في الصلاة وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أنه قد حول وجهه إلى البيت الحرام، ما كانش عندهم خيار تاني، ما كانش عندهم كان استنى ما يسأله، كان استنى ما يجيب حجة، اتغيروا على طول، انحرفوا عن المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام مباشرة، كأن الله عز وجل أنزل فيهم قوله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض
أعدت للمتقين الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صلى على البشير النذير صلى الله عليه وسلم لما النبي تحول وجهه بقى من بيت الحرم من بيت المقدس إلى البيت الحرام، المشركين ما عجبهمش، السفهاء من المشركين ما عجبهمش الموضوع. قالوا ايه اللي خلى محمد يحول وجهه من هنا كده؟ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وربك يرد عليهم ويقول قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أيها الأحبة، تحويل القبلة جبر خواطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ها هنا، وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم قال فيها النبي المجتبى والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. يا ابن آدم اعمل ما شئت كما تدين تدان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع مشهد آخر اسمع يجبر فيه ربنا خاطر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. بس عاوزك تصلي على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. احنا في شهر ايه؟ شعبان. اسمع، في شهر جبر خاطر النبي عليه الصلاة والسلام، واسمع معي مع أسمى آيات الحب والعرفان، ومع أعظم مشهد عرفته البشرية كلها من جبر خاطر الله عز وجل إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ففي شهر شعبان أنزل الله على الحبيب محمد آية الصلاة والسلام عليه، فأنزل ربنا عليه قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الأحبة أحباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ربك بيصلي على حبيبه صلى الله عليه وسلم وبيؤمر الملائكة أن تصلي عليه، وأنت حضرتك لسه مش عاوز تعلي صوتك بالصلاة عليه. صلي على حبيبك يطيب قلبك، صلي على حبيبك يغفر ذنبك. قد جاء أبي بن كعب إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، هل أجعل لك من صلاتي كلها عليك؟ قال هل أجعل من صلاتي عليك؟ هل أجعل لك من صلاتي نصفها يا رسول الله؟ قال: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. قال: أجعل ربعها لك. قال: إذا تكفى ذنبك تكفى همك ويغفر ذنبك. قال: أجعل 3/4 لك يا رسول الله. قال: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. قال: أجعلها لك كلها يا رسول الله. قال: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك إن شئت. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي نور
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، ومن صلى علي 10 صلى الله عليه بها 100، ومن صلى علي 100 صلى الله عليه بها 1000. سيدك النبي أكثروا من الصلاة والسلام عليه في كل يوم جمعة فإن صلاتكم معروضة عليه. فيقول يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد ملئت؟ أين لي؟ قال إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ما تصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب أقول لك حاجة عشان تعلم صوتك وما تتكسفش من صوتك لما يطلع بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت فين؟ أنت هنا الآن، صح؟ أقول لك لو عاوز اسمك دلوقتي ينتقل من هنا إلى المدينة المنورة وعلى وجه التحديد إلى قبر النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، صلى عليه. يعني أنت هيروح يقول له فلان الفلاني يصلي عليك إزاي؟ لا، سمع الملك الصلاة على رسول الله، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى خلق ملك، ربنا خلق ملك وظيفته إيه؟ ما من عبد يصلي عليه ويسلم عليه إلا ونقل إلي الصلاة والسلام في قبري فرد الله علي روحي فأرد عليه السلام والصلاة. طب أقول لك لما نزل قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال الله عز وجل يا رب، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب أريد أن تشرك أمتي في الصلاة عليه. أنا عاوزك تشرك أمتي في الصلاة عليهم كما صليت علي أنت يا رب. فأنزل الله قوله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته. ليه؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. أسأل الله رب العرش العظيم كما جبر خاطر النبي الأمين في شهر شعبان أن يجبر خاطرنا نحن في شهر شعبان. اللهم اجبر خاطرنا، اللهم اجبر خاطرنا واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم بارك لنا فيما تبقى من شعبان وبلغنا اللهم رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا به عملا صالحا تعتق به رقابنا من النار وتدخلنا به الجنة مع عبادك الأبرار. اللهم لا تدع لي ولهذا الجمع العظيم ذنبا إلا غفرته ولا عينا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ليلا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم لا تدع مبتلا يا ربنا إلا نظرت إليه نظرة رحمة وعفو وحنان. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين واغفر لنا ولآبائنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واغفر لنا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم تقبل دعاءنا ولا تخيب فيك رجاءنا يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم ولذكر الله
وأقم الصلاة